نشرة الأخبار الطنجاوية من منصة أبرنوس في استوديوهاتها المركزية في طنجة. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي أبناء وبنات عمي المبجلين والمبجلات، مرحبا بكم إلى النشرة الطنجاوية من طنجة. ومعنا مراسلنا من الجزائر العاصمة ومن كلوب دي بان أو نادي الصنوبر الرأي المغربي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. استوديوهاتنا المركزية في طنجة. أنا هنا في نادي الصنوبر وبجانبي قطعة حلوى من ميلفاي، وهي الراعي الرسمي لضيوف الجزائر. ما من ضيف يأتي إلى الجزائر إلا ويتم استقباله بقطعة من ميلفاي كواحدة من أبرز الحلويات التي يتم تقديمها، وهي أطباق جزائرية محضة ومشهورة عالميا والأول على مستوى العالم. الرأي المغربي، هل تسمعني؟ يبدو أن ثمة تخرشيشا في الميكرو. هل يتعلق الأمر بالشارجور أم بالليزيات؟ المسألة متعلقة بالليزيات والتي تتحرك إذا تم سحبها وسيلة. الآن الصوت أظن صافي جدا. تماما، الصوت صافي جدا. شكرا لإزاحتكم هذا التخرشيش. هل من حلوى أخرى غير الملفوي؟ صبعان العروسة، بوسولة نصو، دوز حداه وقول السلام، نسقسيك برك، ما كاش منها. ما كانش هذا النوع نتاع الحلويات في الأطباق المقدمة للضيوف؟ لا، هذا أعتقد أنكم أنتم في المروك تحاولون دائما إهانة التراث الجزائري، وهذا التراث مشهور عالميا، وأعتقد أنه مواقع عالمية صنفته كالأول عالميا والأشهر والأفضل والألذ والأجمل، ومن ضمنها حلويات سكران طيح في دروج وصبيعات القاضي. وأيضا هناك اسم ربما عندكم في المروك أنتم عيب، لكن هناك حلوى جزائرية معروفة على مستوى العالم، ربما لا يمكن قولها الآن احتراما لمسامع الإخوان، لكن هذه التسمية مشهورة عندنا ومعروفة في مستوى الجزائر. الجزائر معروفة عالميا بتراثها وأيضا إمكانياتها في تقديم الحلويات، لكن الآن الطبق الرئيسي هو ميلفاي. حلوة ميلفاي تقدم للأفارقة وللأوروبيين وحتى للمنتخب الوطني حينما يتم استقباله. والآن البرلمانيين الذين ألقى عليهم الرئيس الجزائري أو ملك البلاد الآن وهو الملك تبون، والذي دعاه البرلمانيون إلى ولاية ثانية، وستكون هناك ولاية ثالثة ورابعة إلى أن يتوفى أو أن يجلس على الكرسي المتحرك كما كان سلفه بوتفليقة. لأنه في الجزائر معروفة تاريخيا لا نفرط في الرجال والزعماء بقدر ما نجلسهم على كرسي الرئاسة إلى أن نمتص كل قواهم، حتى ما يولي يهضر، ما يولي يسمع، ما يولي يتكلم، وحتى يموت. عاد ممكن نبدلوه، لأنه إحنا لا نفرط في رجالاتنا ولا يمكن أن نفرط في تبون هذا الذي يطلق السلوقية هو تضرب في العلالية جدك. نعم، إذن أنتم الآن محظوظون جدا برئيس عين نفسه ملكا عبر ولاية ثانية ستمتد إلى ولايات أخرى، وأيضا لأنه تبنى الخطاب السنوي في البرلمان وهو تقليد أعمى لبروتوكول الملكي هنا في المغرب. ما هي آخر الأصداء بخصوص إشارات تبون في هذا الخطاب؟ أعتقد أن تحليلات الاستراتيجية لخبراء العنتريات في الجزائر تحدثوا على أن هذا الخطاب الذي ألقاه تبون ملك الجمهورية الجزائرية الشعبية، والذي سينتخب بنسبة 99.99% في الولاية الثانية القادمة، هو خطاب يأتي تقليدا لما قام به الزعيم الراحل هواري بومدين، والذي كان زعيما على الجزائر إلى أن توفي. وعنتريات الدولة الجزائرية مستمرة في سياسة البردعة وفي سياسة جديدة تبناها تبون، وهي تقليد ملك المغرب، لأنه لم يسبق للجزائر أن قامت بمثل هذه الخطابات. وأيضا نقطة مهمة، أنه خطاب للبرلمانيين لم يقم به تبون في البرلمان، وإنما في قصر المؤتمرات، بمعنى أنه البناية دي هنا سأسألكم مراسلون، ثمة من يتحدث عن أن البناية لا تسع للبرلمانيين جميعا، خاصة وأن حاضرين آخرين من العسكر ومن معهم، أم يتعلق الأمر
خوف من تبون للتوجه إلى البرلمان والخروج في الشارع. لماذا هذا الاختيار بالضبط في نظركم مراسلنا هناك؟ لا، تحليلاتكم خاطئة. فقط البناية شوية صغيرة بنتها لنا فرنسا، ولم نستطع أن نبني بناية جديدة تليق بالجمهورية الجزائرية. وهذا البرلمان هو للبرلمانيين البرادعة الحمرة والبعرة، يمكنهم الجلوس في الكراسي هذه، لكن تبون لم يريد أن يتواجد في هذه البناية الفرنسية لأن فرنسا عدوة الجزائر، وسيبقى هذا البرلمان فقط للحمرة والبعرة البرلمانيين، بينما تبون سيخاطب الشعب الجزائري والبرلمانيين من كلوب دي بان وتقديم حلويات ملفي لكل ضيوف هذا الكلوب. نعم. ما أثار الانتباه أيضا أستاذنا هناك هو أن عددا من القنوات والمواقع الإلكترونية لم تبث النشيد الوطني الجزائري بالصوت، يعني أثناء عزف النشيد تم قطع الصوت. ما هي أسباب هذا القطع؟ الأسباب واضحة وجوهرية، هي أن النشيد الجزائري ما زال مرهونا للدولة الفرنسية، وإذا ما تم بثه على القنوات الفضائية التي تبث على الأقمار الاصطناعية، مجبورة هذه القنوات على أن تدفع غرامة مالية للشركة الفرنسية الراعية للنشيد الوطني الجزائري، وهذه معلومة أعتقد يعلمها القاصي والداني. بخصوص توقيت إذاعة أو بث هذا الخطاب، لماذا لم يبث بشكل مباشر، خاصة وأن الخطاب قد تم إلقاؤه على الساعة 3 بعد الزوال ولم يبث إلا بعد 5 ساعات؟ ما المشكل؟ هل ثمة أمر تقني يعيق هذا التواصل المباشر بين الرئيس والبرلمانيين والشعب؟ الحقيقة التي استقيناها من الحمرة والبعرة والشياتة والبرادعة والبسطاشين وأيضا المشماشيين أصحاب الكدار وغيرهم، هو أن هذا الخطاب تم مراعاة فيه مشاعر الجزائريين، وحتى لا يطلق الرئيس سلوكية لا يمكن تبريرها، وحتى نربط لسان هذا الرئيس الذي يتحدث كيفما شاء وقتما يطلقها في العلالي، ومن تجنب هذا الحرج أمام المنتظمات الدولية وأيضا أمام الصحافة العالمية كان لابد من القص واللصق والقطع. ومع ذلك زلقت لنا عديد وعديد التجاوزات، لأنه تبون ما يعرفش يقرأ مزيان من الورقة ويطلقها سخونة من أجل العهدة الثانية. نعم أكيد، فقد تابع الجميع وعدد من المراقبين والمحللين عددا كبيرا من الزلقات والزلات والسلوكيات غير المربوطة التي راحت تقعط في الهواء وفي الماء وفي البر. ما هي أبرز هذه السلوكيات والزلقات؟ باستشارتنا مع خبراء السلوكية في المجتمع العربي والمتخصصين في السلوكيات التي يطلقها النظام الجزائري الحركي، تبين أن السلوكية الأولى، والتي للأسف الشديد كانت تجاوزا خطيرا في حق الذات الإلهية، ألا وهو أن الله وقع وثيقة الجزائر، وهذه لحدود الساعة ما زال خبراء السلوكية يدرسونها من كل الجوانب. والسلوكية نمبر 2 هي أن الجزائر ستصبح أول مصدر للفوسفات بعد غار الجبيلات، مع العلم أن الحمرة والبعرة والمواطن الجزائري مغسول الدخل مغسول الدماغ محدود الدخل يعلم أن غار الجبيلات هو معدنه الحديد وليس الفوسفات، وبالتالي تعد هاتين السلوكيتين من وجهة نظر خبراء السلوكية الكرغولية هي أبرز سلوكيتين. يتم الآن العمل على إعداد سيناريوهات بسطاشية بردوعية لتبريرها ولإيصالها إلى المجتمع الجزائري. قبل أن نمر إلى الشيخ الشيعة المتكررين في هوكستان، دعني أسألك سؤال أخير الرأي المغربي بخصوص مقطع يتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتطف من هذا الخطاب يقول فيه الرئيس عبد المجيد: احنا عندنا غير الله والوطن، ما عندناش حد اخر.
ألا يمكن أن نعتبر أن هذا الأمر عقدة مزمنة لدى هؤلاء من الملكية في المغرب؟ طبعا، لأن الجزائر لطالما كانت عقدتها الذاتية والأساسية والمبنية عليها عقيدة الشعب والجيش هي الملكية في المغرب، ولأن المغاربة متشبتين بشعار ثابت واضح المعالم واضح التوجه متفقين عليهم جميعا. لكن في الجزائر كل مرة يخرج بشعار إلا وتضحده أرضية الواقع. فمثلا الحديث عن الجزائر قارة مقحطة مغبرة لا قيمة ولا وزن لهذه الصحاري ما دام سكان الجنوب الجزائري يعيشون في الغبار يا جدك. وأيضا تم الخروج بشعار جديد ألا هو أن الجزائر قوة ضاربة، ولكن تبين مع الوقت أن الجزائر تعاني من أزمات غذائية وطابورية وسكرية وزيتية وغازية إلى حدود هذه الساعة. فبالتالي كيف تستقيم شعار القوة ضاربة وبينما المواطن الجزائري في طابور يا جدك؟ وأيضا تبين أن الجزائر وجهت إلى الروس وقال رئيسهم أن روسيا حامية استقلالنا، فكيف تكون قوة ضاربة والروسي أزعر اللي شبعان برد حاميك وأنت في إفريقيا؟ فبالتالي ما زال البحث عن شعار رسمي لهذه الجمهورية المسماة حقيقة دولة جاء زائر من فرنسا فأسس المقاطعة الفرنسية في شمال إفريقيا ووضع عليها من كانوا يخدمون في الجيش الفرنسي إلى حدود هذه الساعة من يحكمها. وبالتالي العقدة مترسخة لأن المغاربة واضحين وضوح الشمس في نهار جميل، بينما الجزائر ما زال يبحث في هويته وشعار يرمز لهذه الدولة. فحتى مثلا لقب أسود الأطلس أقاموا عليه الدنيا ولم يقعدوها، لأنه لم يكفيهم شعار الفنك وقلوب الفنانكة، ولم يكفيهم شعار محاربون ولم يحاربوا شيئا. تحياتي، وتستمر العقدة. نعم،